أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة والطريق الثالث. الوطنية ملاذ الأوغاد، هكذا كان يقول الكاتب البريطاني صامويل جونسون. بالفعل عزيزي المشاهد، في هذه الحلقة يمكن أن تتحقق هذه المقولة قولا وفعلا. نتحدث اليوم عن فرسان الهيكل، هذا التنظيم السري الأخطر الذي يعرفه العالم. قبل العام 1119 لم يكن لفرسان الهيكل وجود بعد، ولكن كان هناك احتياج لوجود تنظيم مثل تنظيم فرسان الهيكل. فكانت الفكرة الذي أتى بها مؤسس هذا التنظيم هيو دي بيان، الذي أقنع الملك بأن الحجاج المسيحيين يتعرضون لقطاع الطرق، ومنهم من يقتل ومنهم من يسرق، ولا يعودون سالمين في هذه الرحلة الصعبة. فاقترح على الملك أن يكون هو مؤسس هذه الفكرة التي كانت في البداية لحماية الحجاج المسيحيين ذهابا من أوروبا إلى القدس والعكس. وبالفعل نجح هيو دي بيان في إقناع الملك بهذا التوقيت، وتم تدريب بعض المسلحين على حماية الحجاج المسيحيين. وكانت الفكرة فكرة رائجة في البداية، ونجحت الفكرة بل تطورت الفكرة إلى أن أصبحت قوة عسكرية وقوة اقتصادية، وأسسوا أول بنك عرفه التاريخ. بالفعل بنك بمعنى كلمة بنك. كان يمكن أن للحج المسيحي أو للمسيحيين في أوروبا إيداع مبالغ لفرسان الهيكل في أوروبا، ثم يأخذ صكا بهذا المبلغ ويقوم بصرفه في من فرع فرسان الهيكل في القدس. وسميت فرسان الهيكل لأن مقرهم بالقدس كان عند جبل الهيكل، وهذا المكان هو مكان مقدس ليس للمسيحيين بل مقدس للعقيدة الصهيونية، ولا أقول اليهودية، بل أنه مقدس لدى الصهاينة. لذلك هناك ربط بين العقيدة الصهيونية والماسونية وبين فرسان الهيكل، وسنأتي لها بعد قليل. بالفعل نجحت الفكرة، تطورت الفكرة، أصبحت فرسان الهيكل قوة اقتصادية، قوة عسكرية. لم يتوقف الأمر عند حماية الحجاج المسيحيين فقط، بل لابد من الدخول في الحروب، وكانوا يدخلون الحروب كقادة عسكريين كبار وقوة ضاربة. وكانت المعارك الذي يخوضها فرسان الهيكل دائما معارك معلوم مسبقا أنها المعارك الرابحة، وكانت نهايتهم على يد صلاح الدين في 4 من يوليو من العام 1187. كان جيش صلاح الدين حوالي 25 ألف مقاتل مقابل 63 ألف مقاتل من الصليبيين، وفي القلب منهم كانوا فرسان الهيكل. في هذا التوقيت وجد الملك فليب الرابع ضالته المنشودة في القضاء على هذه الفئة التي تسلطت على المجتمع، وأصبحت دولة فوق الدولة وقوة فوق كل قوة. أصبحت هي القوة المنفردة بكل شيء في الدولة، وهيمنة اقتصادية وعسكرية وسياسية، بل أن فرسان الهيكل كانت تتبع للبابا مباشرة، متخطية في ذلك الملوك وقادة الجيوش الصليبية في هذا التوقيت. كانوا يحتاجون إلى بعض البروباغندا، وكان هناك كتاب، وكان هذا الكتاب مؤلفه برنارد ديكفو، الذي قال في هذا الكتاب: أنني رافقت فرسان الهيكل في رحلة ذهابا وإيابا، ورأيت من البطولات التي لم أعهدها ولم أراها. وبدأ يكتب قصص أسطورية لم تحدث، ومعارك وهمية لم تحدث إلا في مخيلة الكاتب. هذا الكاتب تحول بعد قليل إلى قديس لأن فرسان الهيكل في هذا التوقيت وصلوا لمكانة اللي شاوروا عليه يصنعوا منه كل اللي هم عايزينه. بالفعل كانت النهاية على يد صلاح الدين حينما هزموا في هذه الموقعة، وكان الملك فيليب الرابع بدأ يفكر جديا في القضاء على ما تبقى من فرسان الهيكل الذين نجوا وخرجوا من هذه المعركة ولم يقتلوا على يد صلاح الدين وجيش صلاح الدين. وكانت البداية، تم القبض على ما يقرب من 5000 من فرسان الهيكل في هذا التوقيت، وبدأت اتهامات تطارد فرسان الهيكل بالهرطقة والكفر بالمسيح والبصق على الصليب، وممارسات أيضا أخرى مالية وجنسية وغيرها من الاتهامات التي بدأ التحقيق فيها داخل كنيسة نوتردام، حتى جاءت كلمة النهاية وجاء حل التنظيم السري المسمى بفرسان الهيكل عن طريق البابا كليمنت الخامس، الذي أصدر الأمر البابوي بحل هذا التنظيم السري. جاك دي مولاي آخر قائد لهذا التنظيم المسمى بفرسان الهيكل، وتم حرق جاك حيا وأمام باقي الجنود من فرسان الهيكل. ولكن الغريب أن مات بعدها البابا كليمنت،
وبعدها بكام شهر مات الملك فيليب. وأيضا لم يعش الملك فيليب نسل حتى تم القضاء على آخر نسل الملك فيليب، وتم بعد كده تولية يعني أسرة أخرى الملك في فرنسا. وقيل أنها لعنة من لعنات فرسان الهيكل. الموضوع مش كده بالظبط، ولكن الفكرة هو هل انتهى التنظيم أم التنظيم يظل موجود وله أياد خفية؟ التنظيم السري لا ينتهي، دي حاجة. الحاجة التانية ان فرسان الهيكل فكرة، والفكرة لا تموت. بعض فرسان الهيكل الذين فروا الى اسكتلندا والى دول شرق اوروبا سهل جدا ان هم ينظموا نفسهم، وسهل جدا يجدوا من يمول هذا التنظيم من جديد، وسهل جدا ان هم يكون لهم ايادي خفية لا يراها احد، ويقوموا بعمليات قذرة كما كانوا يقومون من قبل أيضا، لأن الفكرة السرية والقائمة على السرية هي دائما ما تعمل تحت الأرض. بالفعل كان هناك بعض الأمور التي تدلل على أولا علاقة الماسونية بفرسان الهيكل، وحدة الهدف، الاثنين متحدين على هدف واحد. أيضا ضمن الاتهامات التي قدم إليها فرسان الهيكل هو عبادة بافوميت أو عبادة الشيطان، وكانوا يسموه بافوميت، وكان له صورة كده كحيوان وله قرون، وهكذا كانت اعترافات أعضاء فرسان الهيكل. قيل البعض أو قال البعض أن هذه الاعترافات أخذت تحت وطأة التعذيب، ولكن 5000 هيتعذبوا وهيقولوا نفس الكلام في وقت واحد حتى وإن كان الموضوع تحت التعذيب؟ الإجابة في مثل مصري بيقول لك لا يوجد دخان من غير نار. إن فرسان الهيكل دول لم تكن سيوفهم مسلطة على المسلمين فقط، بل عانى منها وأريقت دماء مسيحيين بيد فرسان الهيكل، مسيحيين الأرثوذكس تحديدا، الموارنة في الشام وأهل الشام، وأيضا بعض الكاثوليك المؤمنين. لذلك بدأ الشك يحاصر هذه المجموعة، لأن هذه المجموعة لم تكن تتعامل قلبيا باسم المسيح وتعظم من تعاليم المسيح، بل وجدنا بعد ذلك أنهم كانوا يكفرون بالمسيح ويبصقون على الصليب الذي كانوا يعني يرسمونه على صدورهم. لم تكن فكرة محاكاة الشيطان فكرة وانتهت عند فرسان الهيكل، لا، احنا عندنا واقعتين. الواقعة الأولى لجورج بوش الابن حينما قال أنا شاهدت الله في البيت الأبيض وكلفت بمهمة إلهية، وأيضا ترامب الذي قال أنا تحدثت إلى الله وكلفت بمهمة من الرب لن يستطيع أحد إيقافي في هذه المهمة. فكرة الشيطان والماسونية، وانت عارف ان هو طبعا الماسونية مش هقول لك احنا بنعبد الشيطان، هم بيعبدوا إله، بالنسبة لهم هو الرب، هو إله. بالنسبة لنا احنا شيطان لأن احنا عارفين ان هو شيطان، ولكن هم يروا أن ما يعبدونه هو الرب القادر على فعل أشياء هم يصدقونها بأعينهم كمجتمع مادي. أيضا منتظرهم اللي هو بالنسبة لنا احنا شيطان ودجال، ولكن بالنسبة لهم هم يظنون أنه هو المسيح، هو الرب الذي سيأتي لكي يعيشوا 1000 عام سعيدة بعد ظهور مخلصهم القادم. بالفعل الوطنية ملاذ الأوغاد، هكذا كانوا يرفعون السيف باسم المسيح وهم من يكفر بالمسيح، كانوا يرسمون الصليب وهم من يبصقون على الصليب. هكذا يعني لا تصدق عزيزي المشاهد من يرفعون الشعارات البراقة وتريث في أن تحكم على هذه الشعارات. أيضا كنيسة نوتردام التي شهدت أكثر من مرة عدة حرائق وعدة مرات للتفجير، منها في العام 1831 محاولة سرقة للمبنى الملاصق ليها، ولكن تم من داخل كنيسة نوتردام. وليست صدفة أن يتم هدم تمثال للمسيح في بهو هذه الكنيسة. حتى لو السارق مسيحي، يعني مفيش مسيحي يمكن أن يزيل تمثال للمسيح وهو يعلم أنه المسيح. ولكن فكرة أن بالفعل فرسان الهيكل لهم علاقة أو يحاولوا أن يقدموا أنفسهم على أنهم ظهروا من جديد وارد. أيضا في أولمبياد باريس لم تكن صدفة أن يكون الفرس والمجنح الذي يعطينا شكل فرسان الهيكل في طلتهم الأولى، لم تكن أيضا صدفة، قد يكون وراءها تدبير ما، قد يكون وراءها رسالة ما. ولكن في كل هذه الأشياء كان هناك أيضا رواية أحدب نوتردام الذي تنبأت
بحرق كاتدرائية نوتردام أكثر من مرة وهو ما حدث. كل هذه رسائل يمكن أن تحتاج إلى بعض التفسيرات في الفترة القادمة. لذلك أعود إلى ما بدأنا، وهو أن الوطنية ملاذ الأوغاد كما قال سامويل جونسون. لا تنخدع عزيزي المشاهد، لا تنخدع في أصحاب الشعارات سواء كانت دينية أو وطنية، فالوطنية دائما ما هي إلا ملاذا للأوغاد وللسارقين وللفاسدين. هكذا كان فرسان الهيكل يرفعون اسم المسيح ويرفعون السيوف ويقتلون باسم المسيح، وهم أول من كفر بالمسيح، وهم من كانوا يبصقون على الصليب الذي كانوا يرسمونه على صدورهم. هكذا كانت الحكاية. لا تنخدع كثيرا في الشعارات، قد تخفي هذه الشعارات أقوى بكثير مما تعلن.